مساء الخير يا جماعه الخير، معاكم زي كشكي قناه الزيكس. لايك شير سبسكرايب. وانا مش مصدق نفسي ان اداره النادي، هذا النادي الزمالك وادارته اللي انا بنتقدها، ولكن ده بيان صباح الفل ولسه فسخني سيف الدين الجزيري بدل ما يستفيد منه وبيع ولا اي حاجه، لا فسخ عقده، ولاعب تاني برضه افريقي فسخ عقده برضه. لكن صباح الفل يعني تابع مجلس اداره نادي الزمالك بدهشه كبيره الحمله المبكره ضد التحكيم المصري والاعتراض المسبق على تشكيل لجنه الحكام. وبخصوص هذا الامر يود مجلس اداره نادي الزمالك تضيع عدد من النقاط للرأي العام. اولا التهديد المبكر للحكام والاعتراض على بعض الاسماء والاسترجاع حالات تحكيميه من الموسم الماضي بغرض التشكيك ووزاره البلبله يعد امرا مرفوضا تماما ويهدف الى ارهاب الحكام قبل بدايه الموسم كما جرت العاده في المواسم الاخيره. عاده جميله طبعا من الاهلي طبعا صباح الفل. ولكن ثانيا من غير المقبول التشكيك في نزاهة التحكيم المصري وكافة عناصر منظومة كرة القدم المصرية. ثالثا يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك جهود مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وفي تطوير منظومة كرة القدم واستثمار نجاح المشاركة المونديالية المتميزة لمنتخبنا الوطني الأول في كأس العالم الأخيرة. وأنا صراحة كزملكاوي دي تلحيسة كده ليهم عشان المهندس باشمهندس هاني أبو ريدة اللي هو قال لك ساعتها لازم 3 أبطال أفريقيا من الدوري المصري نصل للإنجازات المنتخب المصري، والكاف قالت لك إيه؟ مش الموسم ده، الموسم الجاي. حراقة. كما يثنى مجلس إدارة الزمالك على حرص رئيس الاتحاد على إنصاف النادي وإعلانه أمام الوسط الرياضي إن جميع عقود لاعبي الزمالك صحيحة، ويناشد اتحاد الكرة والجهات المعنية بالكشف عن مدى صحة عقود اللاعبين بقية الأندية من أجل توضيح الحقيقة أمام الجميع. وده كده كان بيان النادي الزمالك، بيان المجلس الزبيب وأعوانه وأقرأ النضارة هشام ناصر اللي هو زي ما قلت لسه فسخني سيف الجزيري بدل ما يبيعه ويكسب منه فلوس، لا فسخ عقد صباح فل. ويا ريت ده يلتزموا مش ناقص قواضي والكلام الجميل ده، خاصة في لاعب افريقي برضه فسخنا عقده وما شفناهوش اصلا في ارضية الملعب، يعني طب فسخ عقده.